يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نازلين هنشوف رايحين فين. بسم الله الرحمن. هنا بقى كنا نزلنا وركبنا التاكسي، وزي ما انتم شايفين ماشيين في شوارع اسكندرية. تمام كده، رايحين على فين؟ رايحين لمكان جميل جدا، احب مكان لقلبي. انتوا طبعا اكيد هتعرفوا من عنوان الفيديو. انا رايحة المنتزه. المكان ده انا بحبه جدا جدا. زي ما انتم شايفين احنا وصلنا المنتزه، وهنا بقى جوزي هيروح يقطع التذاكر الفرد ب25 جنيه. ده تذكرة الدخول لحديقة المنتزه. تمام كده. احنا لما بندخل من البوابة بنمشي شوية، هتشوفوا معايا بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل وايه هي التفاصيل. عايزة اقول لكم ان المنتزه اصلا هي جميلة جدا جدا جدا، ودي طبعا من ايام الملك فاروق. زي ما انتم شايفين النخل والشجر، والملك فاروق هو اللي بناها وكان ليه الصراحة فيها. وفي كان موجود قصر المنتزه كان بتاعه، كان بيبقى متواجد فيه. تمام كده. زي ما انتم شايفين ده الشجر، النخل كله بتاع حديقة المنتزه كله بلح. هي طبعا اتجددت اتطورت، بس مفيش حاجة من الحاجات القديمة اتشالت منها، كل حاجة قديمة موجودة فيها. يعني كل التراث القديم موجود فيها، هي اتوضبت كنا بنقعد فيها، لكن كل حاجة زي ما هي بنقعد قدامها. تمام كده. بس اتعمل فيها فنادق، اتعمل فيها حاجات كتيرة، بس ما اتغيرتش، تدخل الفنادق بل بالعكس بقت احلى واجمل، اتطورت. احنا رحنا للعربيات علشان نركب، فقالوا لنا ان العربيات اللي لونها اسود دي بتعمل جولة في حديقة المنتزه. هنروح بقى الجراج علشان هناخد العربية اللي هي الجولف، علشان دي اللي هتوصلنا للشاطئ. تمام كده. دي بداية الدخول. دفعنا 25 جنيه تذكرة الدخول لحديقة المنتزه. لو انت هتتجولي في العربية دي بالعربية دي وتلف المنتزه كلها، بصراحة انا ما سألتش الفرد فيها بكام يعني، لان انا كنت رايحة الشاطئ، فما كنتش عايزة اتجول في المنتزه. انا كنت رايحة الشاطئ. اولا انا حافظة المنتزه كلها، حافظة جناين المنتزه كلها، حافظة كل شبر في المنتزه كلها، لاني انا من صغري من وانا طفلة بطلع اسكندرية وبروح المنتزه. وعايزه اقول لكم ان المنتزه والمعموره احب مكانين في اسكندريه لقلبي. وكمان انا بحب جدا ابو قير. ابو قير برضو جميل جدا، انا بحبه. يعني هو مش انا ايام ما كنت بروحه ما كانش متطور، بس انا الحقيقه السنه دي ما رحتوش. احنا هنا كده داخلين على الجراج عشان هناخد العربيه الجولف. طبعا الجراج ده اتعمل جديد، الطريق ده اتعمل جديد. زي ما انتم شايفين في عربيه جولف اهي خارجه من الجراج، واخده الناس علشان توصلهم للشاطئ، لان المسافه من باب الدخول للمنتزه للشاطئ مسافه بعيده قوي. العربيات بقى بتدخل، بس تدخل لغايه فين؟ بتدخل للباركنج اللي هو الجراج، وبتركن وتاخد العربيه الجولف توصلها للشاطئ. وركنه العربيه في قلب الجراج ب50 جنيه. اسال الراجل ده بقى، قول له تمام كده. انا بقول لكم ايه كل التفاصيل. طبعا هي فيها حاجات كتيره اتجددت، طبعا بقت روعه اكتر ما هي روعه. وانا قلت لكم في اول الفيديو ان ده احب مكان لقلبي. انا اصلا من عشاق اسكندريه، وانا يعني اسكندريه دي حبيبتي. يعني مهما رحت اي مصيف ما فيش مكان برتاح فيه غير اسكندريه. ده الجراج او الباركنج. زي ما انتم شايفين احنا كده خلاص خدنا الجولف ورايحين على الشاطئ. هتتفرجوا بقى معايا على الشجر، وهتتفرجوا معايا على حديقة المنتزه، وعاملين بحيرة جديدة جوه. البحيرة دي فيها شلال، بالليل بيبقى حواليها نور، وبتبقى تحفة بصراحة، جميلة جدا جدا. ايه هي الحاجات اللي بسطتني؟ دي كل الحاجات اللي بسطتني، بس في حاجات برضو ضايقتني. حاجة واحدة بس هتشوفوها في اخر الفيديو هتعرفوا ايه هي. تمام كده. طبعا في فنادق كتير جوه المنتزه. بصوا بقى النخل كله بلح زي ما انتم شايفين. المكان جميل قوي قوي. الطرق اتسفلتت وبقت حلوة جدا.
اصلا تدخلها تحس بهدوء وراحة، وتفتكر الافلام القديمة لما كانت بتتصور في المنتزه. تفتكر الحاجات الحلوة، تفتكر فيلم الايدي الناعمة كان مصورين فيه مشاهد كتير في المنتزه. يعني المنتزه دي جميلة بجد، اثر من اثار مصر التحفة بجد بجد. انا بعشقها، بعشق المنتزه جدا جدا. حبيت اصور لكم كل تفاصيلها، كل حاجة هتشوفوها معايا علشان تتبسطوا زي ما انا اتبسطت، لانه كان يوم حلو قوي وانا حبيت اليوم ده جدا واتبسطت فيه جدا. كان يوم جميل وهدوء وراحة نفسية ويعني انا كنت حابة اليوم ده قوي وحبيت اشارككم معايا يومي. زي ما انا قلت لكم برضو قبل كده في الفيديو اللي فات ان الفيديوهات دي يعني انا هنزلها لكم بمنتجها بعد لما رجعت من السفر. يعني انا رحت السفر اول 9 كده، حوالي 14/9 او 12/9 يعني كده في المعدة. انا قعدت شوية، قعدت حوالي 10 او 11 يوم ونزلت. طبعا انا كنت موجودة فين؟ في اسكندرية، كنت موجودة في ميامي. بصوا ده الترام بتاع محطة الرمل، هو جايبه حاطينه في الحديقة، بقى اثر، يعني عاملين له مكان بقى اثر، الناس بتتفرج عليه وبتشوفه اثر من اثار اسكندرية. بس هم خلاص هيشيلوا الترام بتاع محطة الرمل، بيجددوه، وهيشيلوا برضو كوبري. دي البحيرة اللي عاملينها زي ما انتوا شايفين، فيها شلال بينزل مية، وبالليل بقى بيبقى حواليها نور وبتبقى تحفة. هيشيلوا كوبري المنظرة، مع ان كوبري المنظرة ده قديم جدا جدا جدا، ومعرفش هما برضو هيشيلوه، يعني ده اللي انا سمعته وعرفته. طبعا هما قافلين كل الشواطئ ومفيش شواطئ مفتوحة كتير في المنتزه، قصدي سوري في اسكندرية، يعني غير البروفاج، غير المنتزه، غير المعمورة. بصوا ده شكل البحيرة، شكلها جميل قوي، جميلة جميلة، والشلال بينزل مية اهو، وبتبقى بالليل بقى كلها نور وحلوة جدا. ده اتعمل جديد طبعا في المنتزه، ما كانش موجود. تمام كده. هتشوفوا معايا برضو دلوقتي المكان اللي غنى فيه عبد الحليم حافظ، احضان الحبايب، في فيلم ابي فوق الشجرة. هتشوفوا معايا المكان. بقول لكم والله انا لما بروح المنتزه يعني بفتكر ذكرياتي وانا طفلة، وكان معايا جدتي وكان معايا والدي الله يرحمه. يعني احنا ما كناش بنبطل نروح المنتزه. زي ما انتوا شايفين المسافة بعيدة قوي من باب الدخول للمنتزه. دي العربيات الجولف اهي، المسافة بعيدة. دي حاجات جديدة اتعملت، كل دي حاجات جديدة اتعملت فيها، لكن الحاجات القديمة موجودة زي ما هي، عشان بس حصلت اقاويل ان شال الكوبري وشال الفنار وشال الشجر وشال الحاجات القديمة، وكان في حاجات نادرة اصلا في المنتزه. اهو ده المكان اللي غنى فيه عبد الحليم حافظ احضان الحبايب في فيلم ابي فوق الشجرة. البحر الناحية التانية هيبان دلوقتي وهتشوفوه. ده قصر المنتزه زي ما انتوا شايفين معايا. بصوا المكان والله راحة اعصاب. يعني سمعت اقاويل كتير ان اتشال الفنار والكوبري والكلام ده كله. الكلام ده مش صح، مش حقيقي، كل حاجة موجودة اهو. بصوا نفس المكان اللي غنى فيه عبد الحليم حافظ، وادي البحر قدام. هندخل بقى دلوقتي على الشاطئ، هنشوف برضو احنا قربنا كل ده والعربية ماشية بينا. طبعا كلنا عارفين ان المنتزه كبيرة كبيرة جدا جدا. بصوا بقى الفنار هيبان من هنا اهو، باين، ما كانش بيبان بقى الاول كنا بنشوف الفنار من جوه لما بنمشي على الكوبري ونخلص الكوبري كنا بنشوف الفنار. دلوقتي احنا بنشوف الفنار من بره واحنا داخلين على الشاطئ. تمام كده. هنا خلاص كنا وصلنا الشاطئ اهو المنتزه. الدخول بقى العربية الجولف الفرد ب20 جنيه. الدخول بقى لشاطئ المنتزه 150 جنيه الفرد. تمام كده.
150 جنيه الفرد دخول شاطئ المنتزه، والعربية الجولف ب20 جنيه. الدخول من على البوابة برا ب25 جنيه. انا رحت انا وجوزي بس، تمام كده. الولاد ما كانوش لسه جولي من مصر. دخلنا، شايفين بقى المكان بقى تحفة. الشاطئ القديم اتقفل لانهم لسه بيوضبوه. ده شاطئ جنب القديم بالظبط، يعني القديم قبل الكوبري ده، يعني بين الشاطئ ده والشاطئ ده الكوبري اللي مشيت عليه صباح في فيلم الايدي الناعمة، هي وليلى طاهر، وغنت فيه دوامة، وكان معاهم مريم فخر الدين لو يعني تفتكروا. اهو ده المنتزه. دخلنا بقى البحر تحفة، وانا نزلت المية يعني عشان تعرفوا انا بس من عشاق المية. انا نزلت المية، وطبعا بعدي بتاع الفريسكا، طبعا اشتريت الفريسكا والتفاحة الحمراء اللي انا بحبها. هتشوفوا برضو الحكاية دي في فيديو ممكن ينزل لقبل لبعد. نزلت البحر واتبسطت جدا، والبحر كان حلو قوي، واليوم كان ظريف، وكان تحفة 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 بجد. هنا بقى انا قعدت لغاية بالليل في المنتزه. بالليل بقى خلاص وانا ماشية، طبعا في غرفة لخلع الملابس، يعني كل سبل الراحة موجودة، تمام. زي ما انتم شايفين الكوبري بقى منور ازاي، منور النور الاحمر ده والنور الزهري. كانت بالليل بقى في الاول كانت الدنيا بتبقى ضلمه، ما كناش بنبقى شايفين نلم حاجتنا، يعني كنا بنضطر ان احنا نلبس والنهار طالع، ونلم حاجتنا والنهار طالع، علشان ما كانش بيبقى فيه نور بالليل كده. لكن دلوقتي عاملين نور اهو زي ما انتم شايفين، الدنيا كلها منوره. وانا اتبسطت جدا، وانا حبيت ان انا اوريكم الجولة بكل تفاصيلها علشان تتبسطوا معايا في الفيديو زي ما انا اتبسطت. ويعني كان يوم جميل، وقضيت يوم حلو قوي 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 قوي. زي ما انتم شايفين ده الكوبري ده بقى اللي بيوصلنا لجنينة جوه، والفنار ووصلنا للفنار. بس الفنار محدش بيدخله ولا بيعدي، لان زمان الفنار ده كان الكوبري بتاعه متهنج جدا جدا، يعني ما كانش حد ممكن يمشي عليه، لان طبعا تحتيه غريق قوي لو حد وقع. الكوبري مفتح وقديم وكده. انا بقى ما اعرفش، ما دخلتش ناحيه الفنار، ما اعرفش اذا كانوا جددوا فيه ولا لا، وحد بيقدر يمشي عليه ولا لا. جوزي بقى كان خارج اهو، وانا خارجه دلوقتي من الشاطئ. زي ما انتم شايفين ده شاطئ بالليل فيه مكان زي كافي كده بتقعد عليه، وطبعا كله انوار زي ما انتم شايفين، والمكان شيك جدا وحلو جدا وتحفة، ويعني بجد بجد كان عاجبني قوي قوي قوي. وده مكان مخصص للاطفال علشان يلعبوا فيه، كيدز اريا عشان يلعبوا فيه وكده. هنا بقى دي الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش، شايفين الناس دي كلها واقفين مستنيين العربية الجولف. بصوا بقى العربية لما بتيجي، في واحد بيبقى واقف بياخد الاسماء وبينده على كل واحد بالدور. وطبعا العربية بتغيب على بال ما العربية، يعني عربية بتمشي عربية بتيجي بتاخد وقت، بتغيب على بال ما بتيجي. دي الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش. ليه بقى؟ لان احنا قاعدين طول النهار خارجين مجهدين، عايزين نركب ونمشي. لا للأسف هي العربية بتدور، والعربية بتاخد وقت على بال ما بتيجي، وبناخد وقت على بال ما بنركب. دي الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش. ده بقى الكوبري. بصوا الكوبري بالليل بيبقى منور ازاي وتحفة ازاي. كوبري بالليل جميل جدا، تمشي عليه جميل جميل جميل. الناس كلها بقى كانت واقفة منتظرة العربية. ادي عربية جت وهيندها على الناس بالاسماء، كل واحد بدوره واسمه. احنا بقى خلاص كنا استنينا وركبنا العربية راجعين برضو نفس المسافة اللي مشيناها. بصوا بقى بالليل المنتزه بقت منورة ازاي. الاول ما كانش فيه نور كده، كان النور بسيط قوي، ما كانش بيبقى فيه نور جامد. يعني كنت انا عن نفسي بالليل، لو انا لوحدي ولا حاجة كنت خايف اخرج من المنتزه ولا اعرف عنهم اي حاجه. هنا بقى كنا خرجنا، وكان الباص ابو دورين واقف، وانا ركبت. بصراحه انا بعشقه، وكان نفسي ان انا اركب الباص ابو دورين، وما يسالوش الاتوبيس فينا ولا الاحمر ابو يجوا، دورين. وعمر تمام يضيع كده انا الاجازه على ركبته. القهوه. التذكره ب23 جنيه، بتوديكي لغايه القلعه. ما محمد عمال متجنن كبيره عشان كده يقول لي من كان عند جه، كان المنتزه بلال جه. لغايه القلعه ب23 جنيه.
انا ركبتها ونزلت ميامي برضو ب 23 يقول جنيه. انا والله هي انا والله التذكرة قلت له والمحادث يجي سعرها يمشي 23 جنيه. وهو مش طبعا راضي. مشوار من انا المنتزه والله عندي للقلعة مشكله مشوار كبير قوي، وقعت في مشكله فتوفير كتير جدا ان انت ومش تدفعي في هينفع الباص اجي 23 جنيه دي. ده كده حلو مع جدا. صحابه تمام. عندهم هو كده مشكله كان وهو بيحمل محطوط معاهم فيها. وانا بقى هركبه وامشي بيه جوله. بس قولي لي بقى انت كانت هو جوله ماله. حلوه، هي كانت جوله صغيره لان انا اصلا ساكنه في ميامي، بس قولي كانت لي بقى جوله ماما حلوه هو قوي ماله. واتبسطت قوي وكنت مبسوطه جدا. واقول لكم ان اليوم ده كان يوم حلو قوي والرحله دي كانت حلوه جدا جدا جدا. ما هو ده اللي يعني انا اكتر ما يوم ده اللي انا اتبسطت بقوله. فيه في المنتزه، وكمان في يوم تاني برضه هصوره لكم كان يوم محمد تحفه. زعلان قوي عشان يعني بلال. بصراحة أنا اتبسطت جدا طول المصيف ده، أنا اتبسطت واتفسحت فيه كتير، وبصراحة عوضت السنة اللي أنا تعبت فيها مع ابني في الثانوية العامة. السنة دي أنا كان عندي شهادتين، ثانوية عامة وبكالوريوس، فبصراحة كانت السنة صعبة أوي عليا. تعبت الحمد لله ربنا اتكلم أكرمنا واقول وجبرنا. وكل شويه وبقى اتصل، قلت الباص والله ما الجرين هتصل تاني ولا ونصرف اقول فيه، لحد كنا طبعا تعالى. مشغلين أغاني. طبعا أنا أنا قلت فاصلة براحتك. الصوت علشان الأغاني. اسكندريه بقى طول ما انتوا ماشيين في اغاني، فعشان كده انا دايما هتلاقوني بسجل على الفيديوهات. زي ما انتوا شايفين هو بياخد الركاب من قدام باب المنتزه. تمام كده. وبعد كده بقى ايه بنمشي فيه وكل واحد بقى ينزل في المكان اللي هو عايزه. بس هو بصراحة ممتع جدا، الناس كلها كانت بتصور وانا كمان كنت بصور، وكان يوم حلو يعني وكنا مبسوطين. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينول رضا. بس اذا عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت بقى ما تنسونيش ولا تبخلوا عليا في اللايك، لان اللايك مهم جدا للفيديو. هنا بقى التذاكر بتطلع الكتروني زي التذاكر بتاعه الغاز، قصدي زي وصلات الغاز زي وصلات النور بتطلع الكتروني. كان هنا بقى اتحرك خلاص ومشينا، وخلاص بقى انا قربت اوصل ومعايا طبعا زوجي. قربنا نوصل بقى لمكاننا. هو صح احنا ركبناه يعني مدة قليلة، بس كنت مبسوطة برضو ان انا ركبته، كان حلو جدا وجميل وانا انبسطت. وكانت كل الناس اللي راكبة الباص بتصور، لان طبعا اسكندرية زي ما انتوا عارفين ماريا وترابها زعفران، دي شواطئ كلها مقفولة كلها بتتوضب. هنا بقى كنت روحت البيت خلاص وكنت مت من الجوع. كنا جبنا وجبات سي فود بالرز بالفيليه بالجمبري صبيط، ومعاها الترشي ومعاها طحينة الوجبة دي، ومعاها جرجير ونص ليمونة. كل ده بتبقى مع الوجبة. الوجبة دي عاملة 120 جنيه. تمام كده. ده سعرها. كنت جعانة جدا فطلعت بقى اكلت على طول، وكنت طبعا مجهدة يعني اليوم كان طويل. اتمنى بقى ان ومعاها طبعا رغيف الفينو، ده رغيف فينو كبير، بس انا طبعا كنت قطعت منه لان كنت كلت. اتمنى الفيديو يعجبكم ونور رضا.